صباح الخير، مساء الخير، على حسب التوقيت اللي يجيكم فيه فيديو. حبايبي، جمعة سعيدة مقدما. تعالوا مع بعضنا نطيبوا الكسكسي بدون طبيخ. عندنا هنا استخدمت النوع التونسي وضفتها هكي في قصعة، وبعدين المية تكون مش ما تخلوهاش عند ما تطبخ، لا مجرد انها تسخن كويس. نضيفوا المية لعند ما تحسوا انه شرب المية، ما تقعدش المية يعني فوق الوجه، لا لما تحسوا انه شرب المية خلاص نوقفوا مية ونغطوه بشكارة نايل ونخلوه قريب 10 دقايق 15 دقيقة. وهيك عندنا طاب وجاهز. ومش أول مرة نديرها، درتها يعني من قبل كذا مرة. يهبل وصريخ خير من صريب الطنجرة والتبويخ، ياخد وقت وكي. والإضافات عاد في الناس تحب تضيف القرفة، الزهر، السمن، الزيت، كيف ما تحبوا. هذا غدينا إن شاء الله بكرة الجمعة. ودرت طبعا الطبيخة التقلية بالخضرة والبصل والحمص واللحم، طبعا عشان ماشيين بكرة البحر فقلت نطيب قبلها بيوم يقعد جاهز. أول ما برد حطيتها بالطنجرة، فضيتها في علبة بلاستيك وحطيتها في الثلاجة. والكسكسي حتى هو حطيتها في الثلاجة يقعد جاهز على التسقية بالطبيخة. يهبل وسريع. جربوا طريقتي إن شاء الله تعجبكم، وما خدش يعني وقت واجد، وما يعني مفيش حد يقول لي ني مش ني طايب. والله مش أول مرة نديره، وكذا حد جربه وشكرني وقال لي إنه سهل وبسيط وطايب ويهبل. ضيفوا عاد السمن أو الزيت كيف ما تبوا، صقوا بالطبيخة. هذه عندنا الطبيخة بتاعتنا طيبتها، لكن قلت إن شاء الله قبل صلاة الجمعة نحط عاد الخضرة والحمص، جزر، بطاطا، كوسة. وجمعتكم سعيدة حبايبي، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.